السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. تعالي بقى نعمل كيكة بسيطة خالص، الكيكة اليومية اللي بنستخدمها تقريبا كل يوم للولاد. لو تحبي تعمليها مثلا في صينية مختلفة او بشكل مختلف، المقادير بتاعتها مظبوطة خالص. مكون واحد بس هو اللي يخليها حلوة وهشة وطرية بالشكل دوت. تعالي نمشي مع بعض الخطوات، وكمان هنعملها في الخلاط من غير اي تعب خالص. وكمان مكونات كلها عندنا في البيت، مش هنضطر نشتري حاجة غريبة مثلا، بالعكس. تعالي بس نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب حوالي 4 بيضات، طبعا دوت لكيكة مقاس صينية 30. ماشي، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة عادي، ونحط عليهم حوالي كوباية ونص سكر. سكر عادي خالص مش مطحون، يعني كل المكونات بسيطة هي وسهلة. السكر بتاعنا والبيض هنحط طبعا عليه فانيليا، مادام حطينا بيض حطينا 4 اكياس فانيليا، يعني كل بضاية حوالي بتاخد كيس فانيليا. تمام. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب المكونات دي في الخلاط عادي خالص لحد ما تحس ان هي دابت في بعض كويس قوي، حوالي 3-4 دقايق كده في الخلاط لحد ما تتقل شوية كده. وبعدين هنبتدي بقى ان احنا نضيف لها الزيت واللبن، وهقولك كمان الكميات بتاعتهم. طبعا حطينا دلوقتي 4 بيضات، 4 اكياس فانيليا، تمام، وكوباية ونص سكر. حلو كده. تعالي بقى نحط كمان كوباية لبن بنفس الكوباية اللي بنستخدم بيها من اول الوصفة خالص، وكوباية الا ربع زيت. ضربناهم مع بعض كويس اوي في الخلاط. وبعدين هنبتدي ان احنا ننخل الدقيق عليهم مع كيس كامل من بيكنج باودر او معلقة كبيرة، و3 معالق النشا. النشا هنا هتخلي العجينة سهلة وفاتحة كده وحلوة، والكيكة بتاعتنا هتبقى هشة وطرية خالص وجميلة قوي. طبعا رشة ملح. وتعالي نقلب المكونات دي ببعض كويس قوي لحد ما نحصل على عجينة ما تكونش تقيلة ولا خفيفة، عجينة الكيك اللي احنا متعودين عليها. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نحطها في صينية حوالي مقاس 30 تكون مدهونة بزيت ومبطنينها بشوية دقيق. تمام. هنحطها في فرن طبعا متسخن من اول ما بدأنا الوصفة اصلا على درجة حرارة 180، وهنسيبها حوالي ساعة الا ربع، 45 دقيقة. وما تفتحيش عليها الفرن خالص خالص، ولا حتى بعد ما تطفي الفرن سيبيها جوه الفرن شوية، قيمة 10 دقايق ربع ساعة. وبعدين طلعيها في مكان ما يكونش متهوي، يعني مفيش هوا، تيار هوا داخل عليها، وسيبيها تبرد خالص واقلبيها من الصينية. هتلاقيها خدت شكل الصينية كده، ممكن تزينيها، ممكن تقدميها لوحدها، ممكن تحطيها مع شاي بلبن، اي حاجة على حسب ما الولاد يحبوا. بصراحة وصفة سهلة قوي، ما خدتش 3 دقايق، عملناها على طول. حاجة كده سهلة وسريعة، جربيها بالهنا والشفا.